السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية، كان مخصصا اليوم لمسيرة محلية. هي مسيرات متفرقة مكانا ولكن موحدة زمانا. يشهد الآن المغرب في جميع ربوعه مسيرات تشبه هذه المسيرة. لقد انطلقت مسيرتنا من ساحة الحسن الثاني وتعرضت للقمع في البداية، لكن إصرارنا وعزيمتنا أبت إلا أن تخترق الجدار الأمني. اخترقناه بسلام وجبنا جل شوارع مدينة الخميسات، وعرفنا بالقضية ونددنا بالقمع الذي تعرض له الأساتذة وخاصة بمدينة إنزكان. لقد كانت مجزرة حقيقية شهدت إصابات خطيرة جدا، مثل الأستاذة لمياء التي تعرضت لكسور لكسر مزدوج على مستوى الكتف وعلى مستوى القفص الصدري، وتشويه على مستوى الوجه، وكذلك الأستاذ خمار. ونحن الأساتذة المتدربين بالخميسات نشجب مثل هذا العنف الخطير في دولة الحق والقانون، وقمنا بمسيرة عرفت حضور أكثر من 100 أستاذ متدرب، بالإضافة إلى الفعاليات السياسية والأحزاب والنقابات، بالإضافة إلى الأهالي ديال الأساتذة والشعب ومختلف الفئات الشعبية والجماهير الشعبية. ومن هذا الباب نقول أننا سنستمر في البرنامج النضالي الذي هو يشهد التصعيد ثم التصعيد حتى تتحقق مطالبنا المشروعة والعادلة، وعاشت التنسيقية الوطنية حرة مستقلة. كما قال الأخ قبل قليل، نحن لا تحركنا أي جهة، نحن ننضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، هي اللي كتحركنا ولا غير. وتحية نضالية ودمتم للنضال أوفياء.